حلول لسبب. الشيء الاساسي او السبب الاساسي اللي احنا شلنا بسببه الغده الدرقيه ما زال موجود في جسمنا، اللي هي التهابات. والالتهابات دي جايه بسبب ايه؟ بسبب العادات السيئه اللي احنا عملناها في حياتنا، اللي هي بناكل غلط، ما بننامش كويس، ما بنعملش رياضه، مش متبعين حميه غذائيه، ما بناخدش فيتامينات ومعادن، بناكل زيوت مهدرجه، مقليات، سكريات، نشويات. كل الحاجات دي بتسبب التهابات في الجسم. كل الحاجات دي هي السبب الاساسي اللي خلى جهاز المناعه ابتدى يحصل فيه لخبطه، وابتدى ان هو يهاجم الغده الدرقيه، واضطرينا ان احنا نشيلها. بتسبب بقى فرط نشاط الغده الدرقيه، او خمول الغده الدرقيه، او هاشيموتو، او النتوءات اللي هي الاورام، او اي اورام بقى كل انواعها، حميد او خبيث. كل الحاجات دي بسبب الالتهابات الزياده اللي موجوده في الجسم. طب احنا شلنا الغده الدرقيه، ومش الغده الدرقيه هي اصلا الاساس، المصنع اللي بيدينا الطاقه. ليها الغده الدرقيه في كل خليه في جسمنا ليها